هقول لك رأيي في ماتش الزمالك وبلدية المحلة اللي خلص من شوية بنتيجة التعادل السلبي 0-0. الماتش ده متأجل من الجولة 17، وتشوف ان الزمالك اتأجل الماتش ده من الجولة 17 عشان كان هيلعب فيوتشر بعد 3 ايام. طبعا هو هيلعب هنا في مصر، لكن اتحسب كأنه هيلعب بره مصر، وعشان كده اتوافق بالتأجيل. مع ان الزمالك كان المفروض يلعب الماتش ده عادي، بس محدش طلع اتكلم عن الموضوع ده. بس ما علينا، اهو ماتش واتلعب وكان متأجل من الجولة 17 وانتهى 0-0. حابب اعلق بس تعليق بسيط. اول حاجة على ناصر المنسي. لو نفتكر ناصر منسي اللي اتسجل بعد ما كان في مشاكل بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واتحاد الكورة، واللي رفع شكوى لمجلس المدينة وهيئة القضاء الإداري، واللي حكمت بقيد الثلاثي أحمد بالحاج وناصر منسي وشبانة اللي رجع من الإعارة. والإعلام الزملكاوي صدر لينا إن في حرب قوية ضد الزمالك في الوقت ده. ولو نفتكر ان الزمالك اتسجل ليهم اللعيبه ديت في شهر 2، شهر فبراير يعني. ناصر منسي يعني بأداء ضعيف خالص، يعني انا مش متخيل حد ممكن يضيع كرة زي الكرة اللي ضاعت ديت. هو كل لعيبه وارد ان هي تضيع، بس اداء ناصر منسي علامه استفهام كبيره، وتبين لك ان الراجل ده مش مش ما يليقش بحجم نادي الزمالك. وكان فرصه، مش هقول انفراد، لكن هو كان الجون فاضي اصلا يعني. تاني تعليق حابب اتكلم عنه، المدير الفني جوميز. هو طلع مدير الفني جوميز بكل مرة بيطلع وبيدي تعليق بعد الماتش كده، بيدي اي مبررات بعد الماتش، وبيقول ان المرة دي ان هو دفع بلعيبة صغيرين، ودي علامة استفهام كبيرة بصراحة. يعني ليه ادى لعيبة صغيرين؟ هو حلو انت تعمل روتيشن في الماتش، وان انت تدي لعيبة، وان انت تشوف اللعيبة الناشئين وكده، لكن انت تدي 9 مرة واحدة. اكيد بقية المحلة النهاردة عملت جيم على مستوى، وحقيقي يعني هي خسرت نقطتين. يعني الزمالك كسب نقطة النهاردة. انت تلعب 9 لعيبة مرة واحدة عشان خاطر يبينوا لك ان انت مدرب واو. عملت النتيجة الطبيعية ان هما كان الشوط الاول للزمالك حاجة صعبة خالص يعني. وان انت تحط افتكاسات وتلعب اوباما وينج يمين، وان انت تلعب سيف جعفر باك يمين. اوباما بيلعب ضربات رأس حلو خالص. يعني اعتقد انت ممكن تلعب مهاجم وما تلعبوش وينج. فالتاتشات اللي بتتحط دي تبين لك الاهلي وسوارش. وان اعتقد يعني ان فيكتور، ان جوميز لو بيعمل كده عشان خاطر تعليمات من الإدارة، يا إما هو مش حابب يقعد وبيدور على أي عرض تاني. الزمالك كسب نقطة النهاردة علشان يحافظ على مكانه في المركز السادس، ويبين لك إن الزمالك فعلا انسحب من الأهلي مش لأي سبب غير إن هو كان خايف من الأهلي. الأهلي استفاد بالانسحاب الزمالك إن هما اللعيبة ارتاحوا، والزمالك استفاد من الانسحاب إن لعيبته هربت من سكور تاريخي كان هيحصل أكتر من 6-1. شكرا.